نصيحة ابن عمر في تربية الأبناء. النصيحة دي من آلاف السنين. قالك إيه بقى؟ أول 7 سنين عامل الطفل زي الملك، أكنه ملك. عامليه بقى في الحنية واللعب والاحتواء، واتكلمي معاه والعبي معاه وهاتيله كل اللي نفسه فيه، بس على القد. يعني برضو في نفس الوقت تعرفيه من الناحية المادية ان انت مش كل حاجة من الناحية المادية عايزة تشتريها له. يبقى عامل الطفل كملك في الاحتواء واللعب والحنية وكل المشاعر، اداهاله في أول 7 سنين. تاني 7 سنين عامل الطفل كأسير، كعبد بمعنى أصح. حط له قوانين وقواعد وتأسيس، وعلميه الصلاة ولازم يعمل الحاجة دي، ولو ما عملش الحاجة دي يبقى فيه عقاب. الصوم، العبادات، أنظمة يمشي عليها بالملي بالظبط، وتنشئة إيجابية، طريقة الأكل، طريقة الكلام، ما يعليش صوته، وقت المذاكرة، وقت التلفزيون إمتى، وقت التليفون إمتى، وقت اللعب إمتى، الخروج إمتى، ممنوع التأخير. حط لابنك قواعد في السن ده، عامليه كأسير. 7 سنين العقار اللي هو من سن 14 ل21، عامل ابنك كوزير، هو كبر خلاص. الوزير بناخد مشورته، بناخد رأيه، بنصاحبه، بنتكلم معاه، بناخد رأيه في كل حاجة، بنديله المسؤولية، بنديله مصروف البيت، بنعلمه يشيل معانا المسؤولية، وبيبقى هو خلاص كبر. صاحبيه في الفترة دي. دي النصيحة بتاعتنا النهاردة. ولو أول مرة تشوفوا القناة نورونا بالاشتراك في القناة.